صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. ده فيديو رمضان اللي كل سنة بنعمله لكم. فيديو السنة دي هيبقى متقسم على 3 أجزاء. الجزء الأولاني هو توزيع الهدايا والعروض، جيف اواي كت المراوح الديب كول زائد عرض النعنشة. اللي كسب معانا كت المراوح الديب كول موديل اف سي 120 3 مراوح اي ار جي بي هينزل اسمه على الشاشة دلوقتي. وكذلك اللي كسب معانا عرض النعنشة ويختار العرض اللي هو عايزه، يا اما تغيير معجون للكارت او المعالج، يا اما نسخة ويندوز شهابية عليها كل البرامج، يختار اللي هو عايزه. واللي هيعلق فيهم الاول على الفيديو ده هو اللي هياخد هدية المروحة، والتاني هيبقى بالنسبة له الهدية هي عرض النعنش. مبروك لكل اللي فازوا، واي حد ما كسبش المرة دي باذن الله يكسب المرة الجاية. احنا تقريبا اسبوعيا بننزل عروض وهدايا، فخليكم متابعين الصفحة والقناة. تاني جزء من الحلقة هيبقى عن مسابقة رمضان او مسابقة القرآن اللي كل سنة بنعملها لكم، ودي عبارة عن انكم بتيجوا هنا بتشرفونا عندي في المكتب وبتسمعوا جزء بسيط من القرآن او بتسمعوا صورة، بس ما تكونش قصيرة، تكون طويلة شوية بدون الاستعانة بمصحف او باي مساعدة. بتسمعوها بالكامل قصاد الكاميرا وبننزل الحلقة بتاعتكم على اليوتيوب، وبيبقى فيه هدايا طبعا كويسة جدا لكل الناس اللي جت وحفظت وسمعت قصاد الكاميرا. ودي تقريبا رابع سنة الحمد لله بنعمل المسابقة دي ومستمرين فيها. تقدروا تشوفوا على القناة فيديوهات الناس اللي جات لنا في السنين اللي فاتت كسبوا معانا، وكمان كان صوتهم جميل جدا وربنا يبارك لهم، يعني كانوا حافظين برضو اجزاء كبيرة قوي. وباذن الله السنة دي يشترك ناس اكتر من كل السنين اللي فاتت. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان. عايز اقولك برضو نقطة مهمة قوي تاخد بالك منها، ان كل الهري اللي هيحصل في رمضان ده من مسلسلات وكوميكس وصريخ وبرامج بايخة وسخافة وكل ده هيتعاد والله، وهتلاقيه على النت. بعد لما رمضان يخلص هتلاقيه على اليوتيوب وبدون اعلانات كمان يا معلم، وهتقدر تتفرج براحتك خالص. فما تقلقش، مفيش حاجة هتضيع. اللي هيضيع بجد هو انت لو ما استثمرتش الشهر ده. الشهر ده هو البونص، يعني البونص بتاع السنة كلها اللي بيبقى فيه الأعمال مضاعفة، وبتلاقي فيه كده حاجات فري بتاخدها، وبتلاقي فيه هدايا، وبتلاقي فيه حاجات مش هتعوضها في ال11 شهر التانيين. حاول تطلع من الشهر ده كسبان ولو بنسبة بسيطة، يعني حتى لو مش هتمشي بيرفكت امشي على قد ما تقدر وحاول. المحاولة دي مهما كانت بسيطة ربنا مش هيضيعها، ربنا ما بيضيعش. عايز اقولك اقل حاجة والله لو همست همسة كده ونيتك فيها خير مش بتضيع وبتؤجر عليها. اول مراحل الخطر ان انت تبتدي تستهون وبتاخد كل حاجة عادي، والحاجات الصغيرة بتكبر بتكبر بتكبر. يعني نقطة المية بتفتت الصخرة، ولو جبت قارورة مية كبيرة كده أو إزازة وحطيتها تحت حنفية بتنقط نقط بسيطة أو ملهاش لازمة، ممكن تيجي آخر اليوم أو تاني يوم تلاقي الإزازة دي اتملت. فهي الحياة كده، هتبتدي معاك الموضوع هيقولك الدين مش جلابية، الدين مش دقن، الدين مش كل حاجة تقولي صلي على النبي وتدخل ربنا في كلامنا، الدين مش ان انا لازم اصلي التراويح واصلي في المسجد، الدين مش لازم صلاة جمعة، الدين مش لازم ان انا اقرا حتة من القرآن كل يوم او اقرا صفحة من المصحف. الدين مش وهتلاقي نفسك كده بتفرط في الدين بالقطاعي، كل شوية بتسيب حاجة. يعني تخيل انت رحت كده قلت للدكتور الطب ده مش مجرد بلطو ابيض فقلع البلطو الابيض، الطب ده مش مجرد ان انت تروح المستشفى يا دكتور فبطل يروح مستشفى، الطب ده مش لازم يبقى معاك سماعة يا دكتور فساب السماعة. هتيجي بعد فترة هتلاقي الدكتور ما بقاش دكتور، ما هو فرط في حاجات. وهكذا بالنسبة للدين، ولله المثل الأعلى. طبعا دي خطة وأفكار من ناس تانية عشان يجردوك من الدين واحدة واحدة. والحقيقة اللي فيه كتير ما يعرفوهاش إن الدين هو كل تفصيلة بسيطة في حياتنا. من أول لما باجي أمسك المايك ده ولا أفتح الكاميرا وأقول بسم الله، ما ده جزء من الدين، بسمي الله ودي سنة. من أول لما بقعد آكل وبقول بسم الله، من أول لما باجي ألبس حاجة جديدة وأقول دعاء لبس الثوب الجديد، من أول لما بنزل أو أركب عربية أو أركب حاجة وبقول دعائها، من أول لما باجي تاجر وبحط ربنا قدامي واشتغل بضمير. الدين هو كل تفصيلة بسيطة في حياتنا، زي قطع البازل بالظبط، مهما كانت صغيرة قدامك بس لما بتترسم جنب بعض وتترتب صح بتكون لك الصورة، بتشوفها واضحة. اظبط البوصلة بتاعتك واعرف اتجاهاتك، ما تخليش حد يضحك عليك بخطة الإفساد بتاعته وياخدك معاه. خليك واعي. الوعي والإيمان زي ما قلت قبل كده هم السلاحين الوحيدين اللي تكمل بيهم في زماننا ده. اعمل الغلط يعني، وانا بعمل الغلط وكلنا بنعمل الغلط، احنا مش ملايكة ولا معصومين. اعمل كل الغلط اللي انت عايزه وغصب عنك، واعترف ان ده غلط وده ربنا يغفر لك. بس ما تنشروش، ما تتبجحش وتقول ده مش غلط، ما تجهرش وتقول انا عملت كذا وتفرح بالغلط بتاعك.
ما تحاولش توديه وسط الناس على انه حاجة عادية وتنشره. ده افظع بكتير من انك تعمل الغلط بس، وعذابه اكبر بكتير قوي. اعمل الغلط زينا كلنا وزي اي حد سوي، اعمله وانت مكسوف من نفسك وبتحاول ما تكرروش تاني. وهنفضل نغلط ونعمل الغلط ونستغفر، بس اهم حاجة ما نقعش في نفس الغلط، واهم حاجة ما نكرروش باصرار، واهم حاجه نستغفر بجد عنه ونتوب عنه. والكلام ده زي ما قلت لكم ليا انا والله قبل ما يكون ليكم يعني، بس هو فذكر يعني فان الذكرى تنفع المؤمنين. حاول دايما كده تعمل انالايزنج لنفسك كده، وتقعد كده تشوف انا عملت 1 2 3. حاسب نفسك انت، اعمل محكمه لنفسك، حاول تصلح غلطاتك، حاول تنمي نفسك في حاجات كتير، حاول تطمع في اي حاجه فيها خير، اشغل نفسك بحاجه كويسه حتى لو الشغل في حد ذاته نوع من انواع العباده، لانك لو ما شغلتش نفسك بحاجه وسبت نفسك للفراغ، نفسك هي اللي هتشغلك بحاجات وحشة قوي، لان النفس اماره بالسوء. واخيرا واهم جزء في الفيديو ده، ان انت ما تنساش وانت بتصلي قيام الليل، او انت بتصلي التراويح، او انت بتصلي اي ركعه في رمضان، او حتى ساعه الفطار، لان الصايم بيبقى ليه دعوه مجابه ساعه الفطار. ادعي لاهلنا في فلسطين، اوعى تنساهم. الدعاء ده هو الجهاد بتاعك، فانت خليك مجاهد يعني. انت مش لازم تروح تمسك سلاح وتحارب، لا، احنا عاجزين بحكم حاجات كتيره قوي، فما تبقاش عاجز بإيدك يعني، ما تبقاش صهيوني كده في نفسك، لأ، ادعي لهم. الدعاء ليه شأن كبير قوي عند ربنا، وفي أحاديث كتيرة بتقول إن الدعاء ده ممكن أحيانا يغير حاجات ويغير الواقع، بيمشي الشيء الوحش، أو بيمشي الكرب اللي حاصل. فما تستهونش خالص بدعاء ممكن تدعو لهم في صلاة. الأول كنا بنفصلهم، بنقول شعب فلسطين والمقاومة، وبندعي لدول وبندعي لدول، لكن أنا عايز أقولك حاليا هو دلوقتي الشعب ده كله مجاهد. المواطن العادي اللي هناك، الطفل، الست، الشيخ، الراجل، المجاهدين نفسهم اللي هم بيقاوموا، المسعفين، الدفاع المدني، العمال، الدكاترة، الصحفيين، كلهم مجاهدين. فهو ده الشعب الوحيد اللي خد لقب مجاهد بكل طوائفه وبكل فصائله. كل الفلسطينيين والسودانيين والسوريين واليمنيين وكل البلاد العربية اللي فيها كرب، وحتى المصريين يعني، رمضان مبارك عليكم، ربنا يطعمكم يا رب، ربنا يأجركم ويجعله شهر مبارك وكريم عليكم، ويصبركم ويقويكم على كل صهاينة العرب قبل صهاينة الغرب. قلت دردش معاكم الدردشة السنوية اللي بندردشها قبل رمضان، ويا رب يكون الكلام كان خفيف عليكم، ويا رب أكون فدت أي حد ولو بحاجة بسيطة. أشوفكم على خير إن شاء الله، وشهر كريم ومبارك عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.